كانت باسم افتح يا سمسم. الزميلة سهاد القيسي كانت هناك وعدت لنا التقرير التالي اللي بذكرنا في أيام الطفولة. خلينا نشوف وياكم التقرير. افتح يا سمسم. افتح يا سمسم أبوابك نحن الأطفال، افتح واستقبل أصحابك نحن الأطفال، افتح يا سمسم أبوابك نحن الأطفال، افتح واستقبل أصحابك نحن. افتح يا سمسم أبوابك نحن الأطفال. تعود عروض شخصيات افتح يا سمسم بعد أن غادرت شارع سمسم لتحط على مسارح دبي للمرة الثانية، وتكون من أمتع عروض مفاجآت صيف دبي 2009. عروض مجانية حافلة بالموسيقى والرقصات والقصص الهادفة، ولتكون فرصة للأطفال والكبار للقاء شخصياتهم المحببة والتقاط الصور معهم. وأنا كهؤلاء الأطفال كنت أتسابق لحجز مكاني أمام شاشة التلفاز لمشاهدة برنامج افتح يا سمسم، الذي أتحفنا بشخصيات ووجوه زينت بيوتنا بباقة تحمل زهور الفائدة والمتعة، ولتغرس في داخلي القيم والمبادئ والأخلاق الحميدة، ومنهم نعمان وأنيس وبدر وملسون والضفدع كامل وغيرهم الكثير. وحتى أن البعض يرى أن الماكينة الإعلامية العربية لم تنتج عملا تعليميا وترفيهيا بجماهيرية برنامج افتح يا سمسم الذي شاهده نحو 200 مليون عربي. ومن المحال أن يبرح برنامج افتح يا سمسم ذاكرة العقل العربي، لما فيه من ذكريات جميلة ضمت الكثير من الأغاني والألحان المبدعة التي علقت في القلوب فحفرت في الذاكرة وتركت أثرها البليغ على جماهير الأطفال. هذه هي الفعالية التي كانت تذكرنا فعلا بأيام الطفولة.